السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل. والنهاردة وفيديو جديد، فيديو شوية مختلف. وآخر عام 22 لازم نودعه ونقول اللي حبيناه واللي ما حبيناهوش من حاجات وأجهزة وكمان سكين كير، اللي حبيته واللي ما حبيتوش. النهاردة فيديو من زمان ما عملتوش وانتوا بتحبوا دايما العنايه بالبشره والسكين كير. النهارده هنعمل سكين كير، هتلاقوا الفيديو هنا، وهتكلم عن خطوات معينه، وفي بعض الاجهزه اللي ما حبيتهاش واجهزه حبيتها، ودايما برشحها لك في العنايه بالبشره. العنايه بالبشره لازم تكون اسبوعيه، او الحاجات اللي هعملها النهارده بتكون دايما اسبوعيه، ما تخليهاش تطول عن اسبوعين. وخصوصا رفع الشعر من الوجه، السكراب بتاع الوجه الماكسيمم بتاعه بيكون مرتين في الاسبوع للبشره الجافه، و3 مرات للبشره الدهنيه. المهم هنتكلم النهارده كتير عن حاجات كتير. يلا بينا على فيديو النهارده. من زمان ما رغيناش، يلا يلا نرغي النهارده في السكين كير، والاجهزه اللي معايا النهارده مختلفه شويه وكمان رخيصه. يلا بينا على الفيديو. واول حاجه هيظهر هنا في الفيديو ان انا بعمل طبعا غسول او غسيل للبشره بالجهاز بتاع فوريو. واي غسول عندك، لو بشرتك جافه هتستعملي الغسول المرطب للبشره. في انواع كتير من الغسولات، هنعمل حلقه خاصه بغسولات البشره اللي هي المفروض بتكون مهمه جدا، ودي الخطوه الاولى اللي لازم تحافظي بيها على بشرتك. ولازم حتى لو معكيش الجهاز ده لازم يكون عندك غسول. محدش اسمعه دلوقتي بيستعمل الصابون العادي الا لو كانت صابونه طبيه. غير كده الصابون ما بيتحطش دلوقتي على الوجه خالص مع العوامل الجويه، واحنا داخلين على الشتاء. خلي بالكم جدا، حتى لو بشرتك مختلطه الى دهنيه ما تستعمليش حاجه تنشفها قوي، ولا في نفس الوقت تنسي ترطيبها حتى لو بشرتك كانت دهنيه. من اجمل الغسولات هو كيو في بيكتبوه الدكاتره على طول، دكاتره الجلديه. ده مش اعلان ولا حاجه، جاست ان انا بقول لكم الحاجات والغسولات المهمه جدا. اكتبوا لي تحت الفيديو انت حابه نتكلم عن الغسولات لوحدها وطريقه تنظيف البشره. هنتكلم عنها النهارده بالجهاز ده. لازم طبعا زي ما انتم شايفين، هبدا في الفيديو اللي قصادكم ببدا ارطب الاول البشره بشويه ميه، وابدا احط على الجهاز بتاع فوريو. طب انا ما عنديش فوريو موني، مفيش اي مشكله خالص، ممكن تبداي وتغسليه بايديكي. في فرش كمان اللي هي فرش الشعر العاديه، بتبقى فرشه كده فيها شعر وبتغسلي بيه. في فرش السيليكون، في انواع كتير من الفرش انا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير. هحط لكم لينكات الفيديوهات دي تحت الفيديو. ادخلوا على الفيديوهات القديمه هتلاقوا اتكلمت عن حاجات كتير، عن انواع الفرش والحاجات الهاي كوبي والحاجات اللي شبيهه بيها، واللي في الاخر بتنتج عن تنظيف البشره العميق المرتاح. بعد ما بترطبي البشره سواء بالجهاز او من غيره، ده من اول الاجهزه اللي انا عايزه اتكلم عنها النهارده غير الغسول. وجهازي النهارده هو فوريو. مش لازم يكون عندك فوريو، مش لازم يكون عندك جهاز غالي عشان تنظفي البشره. تقدري تستعملي اي جهاز متاح، ولو ما فيش هنستعمل حته بلاستيكه صغيره اللي هي السيليكون، بتلاقوها في المحلات الكوري، موجوده بانواع واشكال كتير. حتى الهاي كوبي من فوريو هيمشي حالها. تاني حاجة بعد ما بنعمل التنظيف ببدأ أعمل السكراب مهم، أو تقشير البشرة الطري أو الناعم. طبعا في خطوة بعد الغسيل بين السكراب وبين الغسيل، وده اللي هتكلم عنه، عن الجهاز السيء اللي اشتريته وما اشتغلش عندي خالص. هحط لكم صورته هنا او هوريه لكم. بعد ما جهزت هنا حطيت فيه الميه، وجهزت حطيت فيه روزماري، واللي هو الجهاز البخار اللي بيرطب البشره. طبعا لو عندك جهاز بخار بيسهل عليكي حاجات كتير. انا للاسف الجهاز ده من اول سنه 22 مش بيشتغل براحته، بيشتغل ويقف شويه. المفروض البخار بيفتح المسام عشان اقدر بعد التنظيف ادخل بالمقشر علشان اشيل كل جلد ميت او علامات سوداء او بقع او اي حاجه. فالمقشر اللي استعملته الفترة الأخيرة في سنة 22 وفاز معايا للأمانة، غير أكيور هحطه لكم هنا برضو. ده كنت بجيبه من اي هيرب، لكن قلت المرة دي أغير وجبت برضو ده من اي هيرب، لكن ده موجود في كل الجمعيات. وهو الماركة دي معروفة جدا. الماركة اسمها سينفايس أو سيدفايس. الماركة دي من أجمل الماركات اللي استعملتها الرخيصة. يعني في حاجات كتير، يعني في جارنيه، انا ما حبيتش السكراب بتاع جارنيه، حبيت اكتر الماركه دي، وجبته بالافوكاتو، زيت الافوكاتو والعسل، الاثنين للبشره الجافه حلوه جدا. فده كمان يكسب معايا في سنه 2022 من السكراب الممتاز اللي ارشحهولك يعني استماده.
بعد ما بخلص السكراب، المفروض احنا قلنا في خطوه بين التنظيف وبين السكراب وهي البخار اللي بتفتح البشره. بعد كده حبيت احط السيرم ده من فوريو. اي سيرم عندك ترطبي بيه بشرتك بعد ما على طول المقشر بيشيل الجلد الميت، بيجفف شويه البشره، بتحطي سيرم او كريم مرطب او الجل الصبار بتحطيه على بشرتك، وبعد كده تبداي تشيلي الدهون. زمان كان معانا الجهاز الجميل ده اللي خيره عليا وما بحبش انسى من ساب او من فات قديم وتاه، وهو الاله الصغيره دي، حتى بتلاقوها دايما في الكوافيرات او الصالونات بتستعملها وبتبدا تضغط بيها على الحاجات السوداء لحد ما تطلعها. دلوقتي نزل جهاز بديل له واجمل كتير كتير وارقى ومش بيوجع زي الجهاز، وهو الجهاز ده كنت جايباه من شي ان من ماركه اسمها كي سكين، رخيصه جدا مش غاليه. بتقدري كمان، انتوا عارفين ان انا ليا كود خاص في شي ان بتستعمليه، هتلاقوني دلوقتي بستعمله، انتوا شفتوني وانا طبعا بعمل السكراب. بعديها الخطوه الممتازه، لا انا ما عنديش دهون كتير على بشرتي، اكتر حاجه بيبقى فيها دهون هي اللي على الانف. بتبداي تعصري بيها الجهاز بيشتغل بالزرار ده، سامعين صوته؟ وكمان بالشحن مش بالحجاره او بالبطاريه، فهتخسري فلوس كتير، بالعكس هتشحنيه ويشتغل معاكي اكتر من 10 مرات بالشحن. حبيت الجهاز واديله 10 من 10 في سنه 2022، ارشحهولك جدا. هتلاقيه، هحطلك الكود بتاعه تحت الفيديو، وما تنسيش كمان كود الخصم بتاع شي ان، تقدري تدخلي تطلبيه وتاخدي عليه خصم كمان 15%. حبيته جدا وبرشحهولك، من اجمل الاجهزه اللي بتنظف وتشيل الدهون. لو بشرتك دهنيه وفيها اللي هي القشور السوداء او الرؤوس السوداء اللي بتكون على الانف، في ناس كتير بشرتها دهنيه ما بتكونش بس الرؤوس السوداء على الانف، بتكون ساعات موجوده على الخد، وده بيضايقها جدا. يعني اتمنى تجربي الجهاز ده، مش هتندمي ابدا. اوريكم شكل العلبه بتاعته ومكتوب عليها اس سكين او كي سكين، سوري كي سكين، وسعره برده رخيص. طب لو انا ما عنديش الجهاز ده يا موني هعمل ايه؟ قلنا هنستعمل الجهاز الصغير ده. دي ليها اسم بس انا بصراحه مش عارفاه، مفتوحه من الناحيتين يمين وشمال، بتقدري تضغطي بيها على الرؤوس السوداء. وكمان بالنسبه للانف في كمان الشرايط دي، بس ما تستعمليهاش على طول، لكن هي ممتازه. بتلاقوها في اوريكم الشكل اهو، انا فتحتها قدامكم، هتلاقوني دلوقتي مركباها خلاص على الانف. هوريكم شكلها عامل ازاي ومطلعه حاجات قد ايه. شايفين الحاجات السوداء دي كلها طالعه من الانف بتاعتي. لو كنت بقى عامله بالبخار، للاسف الجهاز ما اشتغلش، وكنت ضيع لي اليوم كله بسبب ان الجهاز ما اشتغلش، فحطيت دي. لو كنت عامله بقى بخار، لو ما عندكيش جهاز بخار، ممكن تغلي شويه ميه بالروزماري وميه ورد وتبداي تستنشقيها، او تحطي وشك على البخار وبعدين تحطي اللزقه دي على الانف بعد ما تكوني استعملتي ده او استعملتي الجهاز ده. الخطوه دي مهمه جدا عشان بيطلع لك الدهون، ودي بيطلع لك كل الرؤوس البيضاء والسوداء زي ما انتم شايفين. مش عارفه هتشوفوها كويس ولا لا، شايله كميه رؤوس سوداء غير طبيعيه. اكتر حاجه عندي هو الجزء ده، فدي خطوه مهمه جدا. وده شكل الكيس من جوه. انتوا بتشتري العلبه دي فيها حوالي 10 باكيتات، دول هتلاقوهم في المحلات الكوريه دلوقتي. مينيسو موجود في مصر، وعندكم اكتر من محل كوري في مولات مصر ومولات العرب ومول العرب ومول ايه تاني، انا رحت كذا مول في القاهره. هتلاقوا الحاجات دي في المحلات الكوريه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن جهازين، الفوريو وجهاز الكيسكن بتاع الدهون. وتاني حاجه لازم يكون عندك عشان يسهل عليكي بعد كده اي ماسك او اي حاجه، يكون عندك هذا الشيء او هذا التولز جميله جدا علشان تاخدي الماسك. واحنا دلوقتي في مرحله الماسك، شلنا الرؤوس، نظفنا، قشرنا، وحطينا سيرم، رطبنا، وشلنا كل الدهون والجزء ده كله خلاص. ايه اللي فاضل يا موني؟ اللي فاضل ان انا هستعمل ماسكات، سواء شيت ماسك اللي هو الورق، او هستعمل ماسكات اللي هي بتكون في العلب اللي زي كده. انا برشح لك من الماسكات اللي بحبها جدا بالالموند ميلك اللي هو لبن اللوز، وكمان بالشوفان. الماسك ده هوريه لكم من جوه، هو خلاص زي ما انتم شايفين اهو خالص. بقول ل 22 باي باي، اكيد هكرره تاني. الماسك ده حلو قوي. بحتاج الجهاز الصغنن ده علشان ابدا احط الماسك. بس في قبل ما احط الماسك، لو انت عايزه تشيلي الشعر، لازم يكون عندك كمان التولز الاخرى دي، الشفرات
الوجه. خلي بالك شفرات الوجه مختلفة تماما عن شفرات الجسم. عندك الصغير ده للحواجب، انا ما استعملتوش في الفيديو لكن استعملت الشفرة التانية. المتاح عندك ده صغير علشان تاخدي منه بين الحواجب وتنضفي بين الحواجب وفي الحتت اللي هي تحت الحاجب علشان ده صغير. وممكن كمان تعملي بيه الانف، ده حلو جدا وصغنن. الحاجات دي والشفرات دي برضو بجيبها من، هتلاقيها في الصيدليات، هتلاقيها في المحلات الكوري، دي رائعه برضو، بتبقى غير الفلامينكو. انا الفلامينكو ما حبيتهاش، دي انواع كوريه او صينيه، صيني جدا، تستعمليها مش اكتر من 3 مرات. هعمل لكم فيديو تاني للشفرات الحديثة الموجودة حاليا في السوق، وهعمل لكم فيديو كامل زي الفيديو الكبير اللي اتشاف، يعني كميات كبيره قوي من الناس شافته وعجبهم واستفادوا منه. مبدئيا لازم يكون عندك الشفرات دي لما تيجي تعملي العنايه الاسبوعيه لبشرتك، مهم جدا. ودول كمان جهاز من الاجهزه اللي يكون لازم مجهزاه في العنايه الاسبوعيه لحضرتك. بعد ما بتشيلي الشعر تبداي تستعملي ماسك، اي نوع ماسك زي اللي قلت لك عليه بتاع لبن اللوز، وده كمان بالباروبايوتيك او البارو اسمه عشان اقول لكم بس كده، بالبروبايوتيك ماسك. ده غالي شويه، ماركه اسمها اي ايمج. اي ماسك يا بنات، الطين، الجرنيه، اعملي ماسك طبيعي في البيت بالعسل، بالزبادي، بعصره، بخل تفاح، بميه الورد. الحاجات دي كلها حلوه جدا للبشره، بتطريها، بترطبها، وبتدي نضاره لمده اسبوع. تقدري تروحي الجامعه، تقدري تروحي شغلك وانتي متجدد بشرتك. ده كان الحاجات والتولز اللي بستعملها كل اسبوع، حبيت اقولك عليها وتاخدي فكره حلوه. وفي الاخر لازم ترطبي، يكون عندك مرطب للبشره ويكون عندك كريم مرطب. طيب ترشحي لنا ايه يا موني من المرطبات؟ حاجات كتير جدا. اول حاجه بحبها من المرطب بعد التنظيف هو سيتافيل. سيتافيل بحبه زي ما بحب الكيو في بتاع الغسول او الغسول المرطب. دي الحاجات لترطيب البشره الجافه جدا جدا، حتى هو مكتوب عليه دراي تو فيري دراي. في حاجات تانية هتلاقوه الاخف للبشره الدهنيه، هتلاقوا منه غسول، هتلاقوا منه غسول للجسم وغسول للبشره، وكمان مرطب شديد جدا جدا، وخصوصا في فتره الشتاء. احنا خلاص اعتقد عندكم في مصر دخلتوا في الشتاء، احنا لسه شويه الجو عندنا في الكويت حر. طبعا مع ده لازم يكون عندك مرطب للشفايف اي نوع. انا بحب جدا كيكو، في كمان نوع تاني من الانواع اللي بحبها برضو اسمه كارمكس. ده كمان موجود ومنتشر جدا اكتر، يعني اعتقد في سيلر كتير بيبيعوه. ومرطب كيكو، لازم ترطبي شفايفك كل يوم. هتقولي لي اقشرها؟ هاتي مقشر، هاتي حبه سكر صغيرين مع طماطمايه او نص طماطمايه، وبتبداي تحطي عليها السكر وتبداي تقشري بيه بشرتك، او بالسكر وعسل مثلا، او زيت زيتون او زيت لوز، اي نوع زيت، زيت ارجان، تحطيه على شويه سكر وتمسكيه وتقشري بيها. لو ما عندكيش خالص مفيش مشكله، هتحطي المرطب ده باستمرار ويوميا علشان الشتاء. دول كمان بحييهم في 2022. ولو انت قاعده بقى في اجازتك، وده عاده اللي بنعمله، بحب احط تنت في اخر الاناقه اللي عملتها، وهو بتاع ايتود هاوس اللي بحبه جدا، اسمه دير اعتقد دير تانتنج ووتر تنت. الووتر ده سائل خالص، شايفين انا مخلصه منه قد ايه، وحطيت منه قبل الفيديو بعد ما عملت كل التنظيف اللي انتوا شفتوه. وده كان فيديو النهارده بمنتجات وسكين كير وتولز لازم تكون عندك او تحاولي تقتنيها علشان تستفادي. ويا رب يكون فيديو نهايه 2022 نهايه 22 وبدايه 23 فيها منتجات جديدة هتحبوها، ومنتجات أكيد وفرت علينا حاجات كتير، والدنيا دلوقتي بتتقدم. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبك. لو عجبك قوي أتمنى تحطي لايك، وكمان تعملي شير لكل أصحابك علشان يستفادوا. ولو بتستفيدي قوي سيبيلي كومنت برأيك. بحبك قوي واشوفك دايما دايما على خير. باي باي.